بسم الله. من احلى والذ الاكلات بصراحه صينيه البطاطس بالفراخ، تحفه. ودي اسمها صينيه الانقاذ، يعني تكوني مستعجله او عايزه تعملي غدا سريع بسرعه، احلى حاجه هتعمليها هي صينيه البطاطس دي بالفراخ. كان عندي صدور فراخ بانيه وانا مش جايلي مزاج احمرهم ولا اعملهم بالزيت، اقليها في الزيت. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيها ايه. بصوا بقى، صينيه عظمه، وهندخلها الفرن كله على بعضه كده، مش هتاخد منا 5 دقايق. عندي بقى كيلو من صدور الفراخ، شفتوا كنت هعمله بانيه وبعدين رجعت في كلامي على طول. هنقطعه تقطيع كده اهوت مع بعضه، ونضربه في الكبه او نفرمه في الكبه ناعم خالص خالص. تمام كده اهوت. ندخله بقى الكبه ونفرمه ناعم. عندي بقى طماطم وخيار وجزر. بصوا كل اللي عايزه تحطيه في الصينيه دي حطيه، بتبقى طعمها حكايه. المهم فرمنا الفراخ بتاعتنا بالشكل ده. تعالوا نعمل لها تتبيله طعمها خطير خطير، ولا ريحتها وهي بتستوي. هنحط عليها معلقه بابريكا كبيره، ومعلقه فلفل اسمر، ومعلقه كمون، ومعلقه توم باودر، ومعلقه بصل باودر، وبشره جوز الطيب، حاجه بسيطه كده، والملح ما ننساش. خلاص كده. وعندي 4 معالق كبار من الفيجيتار، على حسب حراق او بارد. وعندي بقى بصل مفروم كتير كده، هحط بصلايه او 2 مفرومين على الكيلو اللحمه، على الكيلو البانيه سوري. وعندي بقى طماطمايه انا مقطعاها بسيط خالص، شايله منها القلب بتاعها ومقطعه القطع بس. وشويه بقدونس وكزبره، اخد منهم الورق واقطعهم ناعم. واهم حاجه في الموضوع ده كله نص معلقه بيكنج باودر، هي اللي هتخلي الكفته بتاعتنا هشه وطعمها لذيذ. تعالوا بقى كل ده مع بعضه كده ونقلب تقليبه كويسه. تمام كده. حطيت في الاخر معلقتين صويا صوص. هنعجن الكفته دي مع بعض عجن حلو جدا جدا لحد ما تتماسك وتبقى حلوه جدا، وندخلها على التلاجة. يا اما في التلاجة تقعد لها ساعه، او في الفريزر نص ساعه. انا حطيتها في الفريزر نص ساعه. بعد نص ساعه طلعتها خرجتها بالشكل ده. تعالوا بقى نقطع الخضار اللي هننزل بيه في صينيه البطاطس. عندي جزرايه، وعندي فلفل بارد، وطماطم، وبصله مقطعاها جوليان كده، والبطاطس بتاعتي كله تقطيع حلقات. بس نحاول الجزر اللي بياخد سوا هنقطعه رفيع شويه، البطاطس بتستوي بسرعه نقطعها ايه، تقطيع مليان، علشان كله يبقى متناسق معانا ومستوي سوا واحد في الاخر. ماشي. البطاطس هنقطعها كبيره شويه عشان تستوي مع الكفته او كباب الفراخ حلو جدا. اهو عندي بقى فلفلايه صفرة كمان، ندخل فيها كل الالوان كده، بيبقى طعمها حلو قوي قوي وشكلها رائع كمان. نقطع كل ده. وتعالوا بقى الكفته بتاعتي هصبعها على عيدان الشيش طاووق. نجيب عيدين من بتوع الشيش طاووق او السيخ بتاع الفرن، ونصبع فيه الكفته. المهم تكون مخرومه من جوه كده، فيها تجويف من جوه علشان تستوي من بره ومن جوه، ما تكونش من بره مستويه ومن جوه مكتومه ومش مستويه. ماشي. هنصبعها على عيدين الشيش طاووق، ونحط بقى كفته مع البطاطس مع الفلفل مع كله كده بالشكل ده، ونرصها رصه حلوه كده في الاخر تدي منظر حلو. مش هحط عليها طماطم ولا حاجه، هو الطماطم في قلبها، مش هفرم طماطم ليها ولا حاجه. هتبقى كده ايه، زي صينيه خضار سوتيه كده، طعمها لذيذ من غير صلصه. كده خلاص تمام. رصيت كل اللي عندي اهو، الفلفل والبصل والجزره وكله مع بعضه كده. تعالوا في الاخر كده بقى نقلت كل الكفته بتاعتي خلاص كده. تعالوا بقى نعمل لها التشريبه بتاعتها كده، او الصوص اللي هيبقى فيها. عندي تعالوا نديلها الاول معلقتين من الكمون والفلفل الاسمر، عشان الخضار اللي حطيناه ده نبهره بسيط كده اهو. تمام كده. فلفل اسمر وكمون، حاجه بسيطه مش كتير لان احنا حاطين في الفراخ. ومعلقتين زيت ذره في الاخر على الوش. تعالوا بقى عندي شوربه او مرقه فراخ، هنزل عليها بمكعب مرقه دجاج، وعليها معلقه كبيره من الصلصه، واقلب ده كله مع بعضه كده، واسقي الصينيه بتاعتي كده.
تعالوا بقى انا مولعه الفرن بتاعي، هغطيها وادخلها الفرن تقعد لها حوالي ساعه الا ربع. بعد ساعه الا ربع هروح كاشفه الورقه بتاعتها واخليها تاخد وش من الشوايه. بعد ساعه الا ربع كده تقريبا فتحت عليها لقيتها ما شاء الله بقت خطيره كده واستوت، والفراخ بقت جميله والبطاطس وكله استوى مع بعضه كده، وكل الخضار ده شرب من بعض، طعمه خطير. حطيتها على الشوايه خدت وش بالشكل ده. البطاطس تحفه وخفيفه جدا جدا، شوفوا شكلها جميل وحلو قوي ازاي. تعالوا بقى بصوا الكفته، ده كباب مش كفته بصراحه، ومش مكتومه وطعمها حلو قوي قوي. والصينيه دي بقى تمشي معاها رز ابيض مع سلطه، او بالعيش بقى البهاريز اللي في الصينيه دي بالعيش تحفه مع رغيفين كده خطيره. تعالوا ندوق بقى في الاخر. بصوا الصوص اللي في قعر الصينيه ده تحفه وطعمه لذيذ جدا فوق ما تتخيلوا، واسهل حاجه بصراحه الغدا. تعالوا بقى ادي الكفته مستويه جميله مع الجزر والخضار السوتيه ده خطير. ما تنسونيش بقى، وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش في لايك كتير للفيديو. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.